ما ينفعش يهل علينا الشتاء وما اعملهاش في البيت بصراحة، لانها حقيقي بتدفي. كمان هي قنبلة فوائد، مليانة بالفوائد. كل مكون محطوط فيها حقيقي مليان بالفوائد. النهاردة هنعمل مع بعض المحوجة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. اتمنى تجربوها بطريقتي وان شاء الله تعجبكم. يلا بقى نرفع الفيديو بلايك عشان الكل يستفاد. وكمان لو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. وقبل ما ابدأ الفيديو بتاعي نصلي ونسلم على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونقول بسم الله. اول حاجة عندي هنا نص كيلو من الدقيق الابيض المنخول. تمام، هضيف عليه نص كوباية من الحلبة المغات او الحلبة المحوجة او القرطاز، دي كلها اسماء متعارف عليها عند العطارين. نزلت عليها كمان بنص كوباية من جوز الهند، كان عندي جوز هند محمص حطيت نص ابيض ونص محمص. كمان نزلت بربع كوباية من السمسم، ربع كوباية من حبة البركة، معلقة صغيرة مليانة كده من البيكنج باودر. قلبت بقى المكونات بتاعتي دي كلها مع بعض، بعدين ركنتهم على جنب. جبت بقى بولة تانية كده وحطيت نص كوباية من السمنة بدرجة حرارة المطبخ عادي جدا. كمان نزلت عليها بنص كوباية من الزيت. كمان نزلت عليهم بتلات ارباع كوباية من السكر البودر، طبعا يكون منخول مفهوش اي تكتلات. وهبتدي اقلب فيهم كده بمضرب سلك لغاية لما السكر بتاعي يدوب تماما. تمام، تقدري تستخدمي اي كوباية موجودة عندك، اهم حاجة انك توحدي الكوباية. تمام كده، بس انا بحب استخدم الاكواب المعيارية بصراحة في كل حاجة. دوبت كده السكر تماما في الخليط بتاعي. هنزل بقى عليه بالمكونات الجافة بتاعتي اللي احنا خلطناها مع بعض. هبتدي بقى اقلب كده الاول بالاسباتيول، بعدين ارفع الاسباتيول بقى بتاعي وانزل بقى كده بايدي وابتدي ابس الخليط بتاعي كويس قوي، كأننا بنبس عجينة كحك بالظبط. تمام، لغاية لما المكونات الجافة بتاعتي كلها تتشرب المادة الدهنية اللي موجودة عندي كده، ويبقى معايا القوام زي الرملة المندية بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. تمام، زي ما انتوا شايفين كده اصبح الخليط عندي زي الرملة المندية بالظبط. تمام، ده بقى اللي بيخليني اوصل في الاخر للطعم المرمل اللي بنلاقيه في المحوجة. جبت بقى هنا عشان اجمع المكونات بتاعتي على بعض نص كوباية من العسل الاسود. تمام، هبتدي بقى كده ايه باطراف صوابعي الم وافرك الم وافرك، يعني مش بعجن خالص. لو عجنا كده العجينة هتاخد عرق معايا ومش هتبقى يعني فيها الترميلة اللي احنا عاوزينها في المحوجة بتاعتنا. هبتدي كده اشرب العسل الاسود لكل المكونات اللي موجودة عندي كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده بصوابع ايدي زي ما انتوا شايفين، لغاية لما العسل برضو يتشرب في كل الخليط اللي موجود عندي بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده. لما بقى بتأكد المواد الجافة بتاعتي اتشربت العسل كله، هبتدي بقى ان انا اختبر العجينة بتاعتي باني اخد شوية كده من الخليط واضغطهم بايدي بعدين افركهم زي ما انتوا شفتوا كده. انا كده وصلت للقوام المظبوط. هجيب بقى صاج فرن كده مدهون بالزيت كويس قوي، مقاسه حوالي 30 في 40، وبعدين هنزل بالخليط بتاعي كله كده زي ما انتوا شايفين. وما تخافوش ابدا، هو ده قوامها وهو ده اللي بيخلينا في الاخر نحصل على وجه مرملة جدا جدا جدا. تمام، هبتدي بقى افرد الخليط بتاعي كده في الصاج بايديا في الاول. تمام، واسويه كده بايديا بحيث يبقى كله سوا واحد، ما يبقاش فيه حتة عالية وحتة لأ، يعني عايزاه كله يبقى متساوي وكله يعني سوا واحد. تمام، طبعا انا بحس ده بايديا في الاول. هسوي كده السطح كله زي ما انتوا شايفين بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده. اول ما الاقي كله اتساوى كده هبتدي بقى اضغطها بايديا كده عادي جدا زي ما انتوا شايفين. اضغطها كده طبعا عشان بقى تمسك في بعض. تمام، سهلة جدا جدا وبسيطة وما بتاخدش حقيقي وقت خالص، ولا في الفرن كمان بتاخد وقت. حاجة حلوة مغذية وطعمها حلو، كمان ريحتها حلوة جدا، كمان بتدفي جدا جدا جدا. جبت العجلة بتاعتي كده وابتديت اساوي كمان بيها السطح بتاعي. تقدري تستغني عن الخطوة دي لو مش حابة تعمليها او مش موجودة عندك العجلة، تقدري تستغني عنها وتظبطيها بايدك زي ما عملنا في الاول.
تمام. بس انا بحب يعني ايه اسوي بيها بصراحة، بحس ان هي بتساوي معايا اكتر وبتطلع لي المحوجة كلها برضو حتة واحدة كده، مفيش فيها عالي وواطي. جبت بقى معلقة واي حاجة طالعة كده من على الجناب، ابتديت ان انا اضغطها عشان ما تتحرقش لما تدخل الفرن، زي ما انتوا شايفين كده. طريقتها حلوة جدا، كمان طريقتها سهلة جدا جدا. ما ينفعش حقيقي يهل عليا الشتاء وما اعملهاش، ده انا كمان في اوقات بعملها في الصيف من كتر ما احنا بنشتاق فعلا لطعمها، وطعمها حقيقي حلو جدا وبتبقى خفيفة قوي قوي. هبتدي بقى بعد ما ضغطتها كويس قوي، هبتدي اقطعها كده لصوابع زي ما انتوا شايفين بالطول. ولو اي حاجة اثناء التقطيع اتفرفتت او طلعت معاكي بالسكينة، تقدري تضغطيها كده بايديكي بسهولة جدا. قطعنا كده طوليا، بعد كده هنقطع بالعرض. تمام، قطع كده قد بعضها بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده. في الوقت ده بقى هكون بسخن الفرن بتاعي على حرارة 200 رف اوسط. هدخل المحوجة بتاعتي بتاخد في الفرن بالظبط من 12 ل 15 دقيقة، مش اكتر من كده خالص، لانها لو قعدت اكتر من كده هتنشف معاكي وهتبقى زي الحجر كده ومش هتبقى طعمها احسن حاجة. فياريت ان شاء الله لما تعملوها تلتزموا بالوقت ده، وبجد هتطلع حاجة حلوة جدا، ومش هتبطلي ابدا انك تعمليها لولادك. اول بقى ما تخرج معايا من الفرن بتكون طرية شوية كده، ما بتكونش ناشفة. هبتدي بقى اعيد على التقطيعة اللي كنت مقطعاها قبل ما تخش الفرن. لازم الخطوة دي ما ينفعش ابدا نستغنى عنها. تمام، عشان لو سبتها ان هي تبرد شوية هاجي اخرجها من الصاج هلاقيها بتتكسر معايا ومش هتبقى احسن حاجة. تمام، عدت كده على التقطيعة بتاعتي بالطول وكمان بالعرض. تمام، وهسيبها بقى تبرد تمام. بعدين هبتدي بقى اعبيها عندي في علبة معدن او بلاستيك زي ما تحبي، وتسحبي منها بقى زي ما انت عايزة. اتمنى يا رب الوصفة بتاعتي النهاردة تكون عجبتكم، اتمنى حقيقي ان انتوا تجربوها. وكمان بقى ما تنسونيش من دعوة حلوة من قلبكم، لايك وشير كتير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. بحبكم جدا جدا في الله. مع السلامة.